الفرخة دي بقالها اسبوع. شكلها بيخس وعرفها مش عاجبني، فتاكل وبتشرب وكفايتها حلوه وتطلع تيجي وما فيش اي مشكله. طب انا هسيبها لحد ما تنشف خالص وتموت؟ طبعا الناس تقول لي لا ده عايزه فيتامينات. لا، دي هي شكلها يا عنقود البيض نشف، يا بيض متخزن فيها يعني. بس هي في كلتا الحالات مش عايزه فيتامينات، هي كده خلاص كفايتها في البيض انتهت. المفروض كنا ذبحناها من شهر كده. بصوا عرفها. اه المفروض دي كنا ذبحناها بقالنا شهر. ذبحناها لان كده احنا مش بنمشوا كده، دي بقالها سنه من شهر 4 اللي فات كده، بقالها سنه بالظبط. احنا مش بنعمله كده، احنا يا دوبك الفرخه مثلا تقعد 9 شهور ولا حاجه وناخدوا منها البيض، وبعد كده نذبحوها وهي جسمها كامل. فاحنا دلوقتي هنذبحوها ونشوفوا ايه كانت مشكلتها. آه بس هي شكلها كده العنقود البيض نشف فيها. طبعا الناس تقول لي طب هات لها فيتامينات، وطب ما كنتش ذبحتيها ما كنتش. لا، هي كده خلاص زي اي واحده مثلا في سنها مثلا بيكبر، ما ينفعش ان هي تحمل تاني ولا تولد. فهي زي برضو الفراخ برضو كده، زي المزارع بيعملوا مثلا فترة، ياخدوا من الفراخ بفترة بيض معينة، وبعد كده بيطلعوها الناس تشتريها يدوبك تبيض عندهم بيضة ولا بيضتين، وكده خلاص البيض انتهى.